مساء الخير على حضراتكم. خليني النهارده كده ارشح لكم فيلا مميزه جدا 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 في كومباوند جوي فيلا نيو زايد. ده طبعا اللوكيشن خاص بالكومباوند. احنا عندنا الكومباوند على طريق مصر اسكندريه الصحراوي قدام مطار سفنكس مباشره. منطقه نيو زايد هي منطقه الجولدن سكوير الخاصه ب غرب القاهرة. هتلاقي عندك هنا البوابات وصل الدهشور ومحور 26 يوليو. دي مدينة الشيخ زايد القديمة، ودي كده مدينة الشيخ زايد الجديدة. كلها طبعا براند نيم كبيرة جدا من المطورين العقاريين، وقريبة جدا وسهلة الوصول لأي منطقة داخل القاهرة. الفيلا هتكون موقعها مميز جدا. لو جينا كده عملنا زوم هتلاقي ده كده ماستر بلان خاصة بالكومباوند بالكامل. هتلاقي هنا الانفينيتي سويمنج لاجون. طبعا كل الفيلات داخل المشروع هنلاقيها واخده فيو مباشر على السويمنج لاجون. دي الفيلا اللي احنا بنتكلم عليها، قريبه جدا من المدخل الرئيسي للكومباوند ومنطقه الكوميرشال اريا الموجوده هنا، ودقيقتين بالظبط من بوابه الكومباوند بنكون داخل الفيلا الخاصه بينا. طب نيجي نشوف كده المشروع بتاعنا ونشوف الديزاين الخاصة بيه. ده كده اليوجا اريا، ودي كده الباتيو. دي بتكون مساحة إضافية داخل الفيلا بنفس الشكل احنا بنضيفها لحضرتك بدون أي إضافة سعر. بتكون مساحة من 14 ل 16 متر، بتكون مزروعة بنفس الشكل اللي حضرتك شايفه. بتدي طبعا منظر جمالي مميز جدا داخل الفيلا الخاصة بحضرتك. كان ديزاين التشطيب الخاص بينا، بوابات الخاصة بالكومباوند. ده شكل الشوارع داخل الكومباوند والفيلات بنفس الشكل. حبينا نضيف ميزة قوية جدا للعميل اللي هيسكن عندنا في الكومباوند، وهو اللي هو يعيش فعلا مش مجرد سكن، لا يعيش فعلا قرية سياحية بتخدم عليه من كل حاجة. يبقى السكن بتاعه في الفيلا مميز جدا، بيضيف له كل مظاهر الرفاهية والراحة داخل الكومباوند والخصوصية والمنظر الجمالي الطبيعي. ده كده شكل الفيلا على السويمنج لاجون. ده كده الديزاين الخاص في الفيلات. ده كده الفيلا نفسها دي مساحة 406 متر. دي كده هتكون الباك يارد الخاصة بيها بالبول الخاص بيها. ده كده الشكل الداخلي ليها. ده كده احنا الفيلا عندنا بتتكون من بيزمنت. البيزمنت عبارة عن مساحة كبيرة ممكن نستغلها بأكتر من شكل، وعندنا كيتشن وعندنا كمان حمام، بالإضافة اللي عندنا مساحة ليفل، وعندنا 2 بيدروم تحت في البيزمنت، وعندنا غرفتين، ممكن غرفة لاندري وغرفة مخزن ستورج. ده الدور الأرضي الخاص بالفيلا، بيكون متكون من 4 قطع ريسبشن، وعندنا قطعة تانية بتكون موجودة هنا 5 قطع ريسبشن، وعندنا القطعة دي ب 6 قطع بالإضافة للمطبخ والحمام. ده كده مدخل الفيلا، ودي الجاردن الموجودة مع الفيلا. هنا ممكن نركن 4 أو 5 عربيات بتكون موجودة، وده السلم اللي بينزلنا لحد البازمنت تحت، وبنطلع منه على الجاردن الخلفية على السويمنج لاجون. ده كده الدور الاول. الدور الاول بيكون عندي ماستر بيدروم، 2 ماستر بيدروم، وعندي كمان 4 غرف. يبقى عندي غرفتين ماستر وغرفتين مش ماستر بيكونوا موجودين معايا. الروف طبعا بيكون عباره زي بنت هاوس. البنت هاوس ده بيكون موجود فيه ليفنج روم، بيكون فيه موجود غرفه كمان، موجود فيه كيتشن، موجود فيه تويلت، ومعايا مساحه اضافيه، ومعايا مساحه اضافيه كمان اقدر استغلها باي شكل انا محتاجه. ده كده نظام السداد الخاص باليونت. اليونت دي سعرها 14 مليون 500. بدفع 10% مقدم من المقدم اللي هي بتكون 1,450,000، والاقساط متساوي على 10 سنين 326,250 كل كوارتر. طبعا احنا الاستلام في خلال 3 سنين. الفيلا بنستلمها كور انت شيل من الداخل، يعني بدون اي تشطيب من الداخل، ومن خارج طبعا فولي فينيشد. لمزيد من المساحات والاسعار الموجوده داخل كومباوند اتشرف طبعا بمكالمتكم في اي وقت.